7 عادات يومية راح تغير لك حياتك. سر النجاح الراحة النفسية والثراء يبدأ من هنا. عزيزاتي المتتبعات، السلام عليكم. أنا الشاف روز للطبخ والحلويات. أتمنى لكم نهار مبروك. أتمنى كل الأخوة والأخوات يكونوا بصحة جيدة. اليوم بحول الله نعطيك 7 عادات تقدر تغير لك حياتك كما غيرت لي أنا حياتي. شدي روحك مليح وخلي عندك يقين على هذا الفيديو. يقدر يبدل لك حياتك 180 درجة. نعم، يقدر يبدل لك حياتك 180 درجة. بزاف الناس تحوس على التغيير، على النجاح، على راحة البال، على الصحة وعلى المال، بصح ما يقدروش ما يعرفوش منين يبدو. اليوم راح نهضر لك على 7 عادات بسيطة بصح فعالة بزاف، وإذا اتبعتيهم كما لازم راح تولي نسخة أفضل من نفسك في هذا الوقت. خلي عندك ورقة وستيلو ولا اكتبي في الملاحظات نتاعك، لأن هذا الفيديو هو المفتاح للتغيير الحقيقي. أول حاجة اللي نبداها لك أختي كما بديتها أنايا، أولا صلاة الفجر وقراءة القرآن. لازم تديريها أول عادة، وهي مفتاح تاع البركة في يومك وفي حياتك. صلاة الفجر، النهار تبدي بصلاة الفجر يولي يومك فيه طاقة توازنية، هدوء نفسي وإحساس بالرضا. زيدي عليها شوية تاع قراءة القرآن حتى ولو ربع تاع صفحة. شوفي كيفاش كي نقولوا حنايا تتهني وعقلك يصفى. وهذه عادة الناجحين، الناس اللي راهي دايرة توازن بين الدنيا والآخرة. ثاني حاجة الاعتناء بالصحة. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. كل يوم حاولي ديري شوية رياضة. يعني على بالي كاين سيدات تقول لك أنا في البيت وكل شيء، معليش غير في البيت، غير النشاط هذاك تاع اللي ديريه في الدار نتاعك، يعني تقضي صوالحك وكل شيء. كي نقولوا حنايا حتى هو ربع ساعة ولا تقضي، ولا معليش انت تعرفي المهم تتحركي في البيت نتاعك. كي نقولوا حنايا كولي صحي، شربي الماء دائما، يعني لازم يكون عندك تشربي الماء. نقصي السكريات. صحتك هي راس مالك، ومن من غيرها ما تقدريش لا تخدمي ولا تربي وليداتك ولا حتى يعني تحلمي بالمستقبل. رايحه تحسي بالطاقه والحيويه والنشاط، ورايحه ترفعي الثقه في نفسك، وهذا اللي يبان حتى على وجهك. كما نقولوا حنايا يعني كما يقولوا بناس بكري، وجه المريض يعطي اخباره. يعني بصح انتيا بهذه الطريقه اللي حتمشي بها راح الوجه نتاعك ينور وتبان عليك باللي راكي في صحتك سليمه. ثالث حاجه تنظيم المال. المال ماشي كل شيء، يعني الدراهم ماشي كل شيء، بصح من غير ما تنظميها حتى وتكوني عامله وما تعرفيش كيفاش تنظمي يعني المدخول نتاعك، يقدر يكون سبب في الهم. يعني ساعات الناس يكون عندهم الدراهم بصح هما اللي يدوهم للهم، كي ما يكونوش يعرفوا كيفاش يمشوا بهم. تعلمي كيفاش كي كناش ديري دفتر، يعني باش توفري، ولا حتى في دارك وتقدري توفري حتى من القليل. ديري دفتر، يعني السيدات بالنسبه للعاملات ولا اللي يقدروا في الدار يوفروا يعني كميه هكا شويه من تاع دراهم، تقدري يا اختي ديري دفتر تاع توفير، ولا السي سي بي، ولا السيدات العاملات. دائما نقصي شويه، على خاطر الدنيا هذه صعبه. ماشي تقعدي غير تصرفي يعني، وفي اخر المطاف كي تخرجي على التقاعد تلقي روحك صفر على الهامش. وصدقيني ما راح ينفعك حتى حد. كل الناس يقولوا لك يا اختي انت شكون قال لك خسري دراهمك، وشكون قال لك ديري هذا الصوالح بلا ما تخمي. المصاريف هذه نتاعك والدخل نتاعك لازم تخطي لهم كما قلت لك. والسيدات اللي يعني ماكثات في البيت يقدروا يديروا مشروع صغير، حتى ولاو ممكن نقولوا حنايا خفيف، يعني من اسهل ما يكون المنع من الصوالح اللي في الدار ولا المكونات اللي في الدار. تقدر ديري مشروع وتدخل به مدخول وتكون مستقله ماديا، خاطر كي تستقل المادي هو يا حبيبتي اللي راح يخليك تستقري ماديا ونفسيا وجسديا حتى وراحه البال. سورتو كي تكون عندك راحه البال، صدقيني رايحه تبان على وجهك، على صحتك، على عمرك، حتى على المحيط اللي تكوني ساكنه فيه، يعني مع وليداتك. مع الوقت رايحه تحسي بالاستقرار. كي نقول حنا المادي، يعني تحسي بلي يعني داسه شويه تاع دراهم، تحسي براحه نفسيه مليحه، وتفهمي بلي قيمه الدينار، يعني تعرفي قيمه الدراهم كي تكوني موفرتها، تعرفي قيمتها لانها هي تنعكس عليك وعلى البيت نتاعك وعلى وليداتك. رابع حاجه احترام الذات. لازم تحترمي نفسك باش يحترموك الناس. يعني كيما نقولوا حنايا اعطي لنفسك وقار، احترمي نفسك.
كون ما تكونيش محترمه نفسك صدقيني والله ما يحترمك حتى واحد. اللي معك في البيت في البيت وما يحترموش كي ما تكونيش عاطيه قيمه لروحك ومحترمه نفسك. اول حاجه ما تهضريش على نفسك بالسوء، عمرك ما تهضري على نفسك بالسوء. كي نقولها ما تقوليش باللي ما انا مانشي مليحه، انا ما عنديش، انا ما تشكيش. يعني الشكوى لله ماشي الشكوى للعبد. حتى كي تبغي تشكي قعدي صلي صلاه الفجر واشكي ربي، هو اللي عنده الحلول وعنده كل شيء. هو عنده مفاتيح تاع الخزائن، عنده كل شيء ربي. ما تشكيش كما يقولوا بكري، الشكوى للعبد افضيحه. وعمرك ما تقارني روحك بالناس، عمرك ما تقارني روحك لا بختك لا بمرت خوك لا بصاحبتك لا بجارتك لا زميلتك في العمل لا والو. عمرك ما تقارني روحك بالناس. كل وحده فينا عندها الطريقه الخاصه بها في الهضره، في طريقه اللبس، في كل شيء في التصرفات. كل وحده وعندها طريقتها الخاصه بها. كي نقول حنا طوري نفسك، كي نقول حنا ما قال لي سختو اللي تكون ماكيده في البيت، تقدري ديري دورات هكا تاع الطبخ، تقدري اللي تقدره. ما اللي ما تقدرش يعني غير في بيتك وتقدري تطوري من نفسك، تقدري تطالعي على الانترنت يعني في كل شيء. نروحي للجانب الايجابي ماشي السلبي. ماشي تقعدي تتبعي انت في هذوك اللي يقعدوا يهضروا في الهضره تاع الخر، حاله لك اللايفات وتهضر هضره الخر، هي تدخل في الدراهم وانت تخسري في الدراهم نتاعك. لا كونيكسيون كي تدي افكار سلبيه. يعني نصيحه وكل يوم امني بقيمتك. يعني ديري في راسك باللي انتيا عندك قيمه، عندك يعني انتيا كي نقولوا حنا عندك شخصيه. حتى يعني تكوني ضعيفه نفسيا بصح تحاولي ترفعي من نفسك. كي نقولوا حنا نفسيا يعني دائما تطوري وتقولي باللي دائما كل يوم كي تنوضي الصباح وتصلي الفجر قولي يا ربي انا الافضل، انا دائما الافضل، انا دائما الافضل. يعني باش تقدري تنجحي لازم تكون عندك الثقه بنفسك. راهي عاده، يعني لازم تكون عندك عاده. هذا اللي يعني الافكار هذه باللي انتيا يعني عندك قيمه، يعني انت الافضل، انت دائما باسكو علاه راح ترجع لك يعني على المستقبل. الانسان دائما اللفظ اللي يلفظه راح يكسب. كي نقول احنا يعني يا ربي وذكرها في القرآن، يعني الإنسان أي لفظ يلفظه يعني راح يتسجل له من الأفضل وراح يلقاه في المستقبل. هذا أنا نقولك دايما قيمي نفسك حبيبتي باش يقدروا يقيموك الناس. وكل ما تزيدي تحبي النفس نتاعك يعني والروح نتاعك، يعني ماشي بسلبية بإيجابية، راح تزيد تقربي دائما من النجاح. يعني كتكوني دايره الثقه في نفسك، تكوني يعني تقولي بلي يا ربي انا عندي ثقه في نفسي، انا نحس روحي بلي راني ايجابيه، راني نخمم للمستقبل. يعني دائما الانسان يكون عنده الامل في ربي، ودائما يكون عنده الامل في المستقبل مهما كان الوضع نتاعه. خامس حاجه الصدقه ولو بالقليل. يعني الصدقه تطفئ غضب الرب، يعني غضب الله. يعني الصدقه ربي دائما يقول لنا ديروا الصدقات وتفتح ابواب الرزق. صدقيني لو كان غير بحاجه قليله كي نقولوا حنايا ماشي بالكثير ماشي بالحاجه الكبيره. كي نقولوا حنا كون غير خبزه تعجنيها في دارك وتعطيها لولدك ولا بنتك يقسمها برا على الناس ولا على الاطفال ولا على اي حاجه، ولا شويه تمر ولا اللي يكون عندك في الدار. تقدري برا يعني تروحي للخباز وتعطيه غير 10,000 فرنك وتقول هي محتاج اعطيه الخبز، يعني رايح يرجع لك هذا يعني من عند ربي. كي نقولوا حنا راح يربي كافيك ويعاود يضاعف لك يعني الشيء اللي درتيه. بصح والشيء دائما ديريه بنيه صافيه، ديري هذه الصدقه وتقول يا ربي هذه في سبيل الله باش ربي يعني كي نقول حنايا يعني تشوفيها حتى في حياتك اليوميه كيفاش ربي راح يرد لك يعني هذا الصوالح، هذا الصدقات مضاعفه، وراح تحسي براحه القلب وتحسي براحه نفسيه وبركه حتى في يعني بركه في دارك، بركه في مالك، في يعني في كل شيء تلقي بركه حتى في صحتك. سادسا قطع العلاقات السامه. اي وحده تجي تشكي لك، اي وحده تجي تحكي لك صوالح يعني ضارتها، يعني كاع الناس شكوى اللي يشكي ربي قال لك شكوى العبد فضيحه. يعني لازم تقطعي هذا الناس، ماشي تقطعيهم قطع تحس بالحس وتزقي وتديري منه ومنه، لا يعني هجرهم هجرا جميل. يعني ماشي لازم يعني كي نقول احنا تبري ليهم، ولا كي نقولوا حنايا تقعدي تشرحي لهم، ولا تخسري في الطاقه نتاعك وتولي تهضري لهم باللي انا ما نقبلش الناس يجوني كيما انا هاك وما نقبلش اللي يهضروا لي كيما هاك. لا يعني عادي كي حنايا جبدي منهم وصاي كيما نقولوا حنا بالدارجه نتاعنا الجزائريين وصاي، يعني جبدي منهم يعني بطريقه سلسه، بطريقه يعني قطعي وصاي كيما يقولوا. هذه هي باش تقدري تتجنبي هذا الناس وهذه العلاقات السامه، وراح تشوفيها يعني ترجع لك حتى في يعني في حياتك اليوميه. كي نقول حنايا كاين بزاف الناس يجوا يشكو، يعني الشكوى كلها الشكوى لربي، يعني كاع رانا كيف والشكوى لربي. يعني هذه اللي بنقولها لاختي
وما تضيعيش وقتك مع الناس هذوك اللي يبغي مجمعين يهضروا في الناس، يخروا في الخر العيان. لازم كون تقعدي غير وحدك صدقيني وتصلي وتعبدي ربي وتخدمي صوالحك في دارك وتخدمي اي حاجه وتقدري تعرفي تصرفي كي نقول حنا في مصروفك، تعرفي تصرفي كيفاش في ميزانيتك، صدقيني راح تحسي بطاقه ايجابيه افضل من هذوك الجمايع تاع النساء اللي ما فيهم حتى فايده. سورتو جمايع النساء ما يجيبوا لك غير الهضره تاع السوء وحتى مع ربي وماشي مليح. والصمت المدروس كما يقولوا الناس بكري، قال لك سكت فضاء والصمت ذهب. يعني كي تكوني مجمعه في جماعه تكلمي وقت اللزوم، يعني حتى تدرسي دوك الناس يعني واش راهم يقولوا، الموضوع اللي يحكوا عليه واش تقولي فيه، وسكتي كي نقولوا حنايا. ماشي الصمت انك تسكتي يعني راكي ضعيفه ولا ما تعرفيش تهضري، ولا الصمت يعني ماشي ضعف، يعني هو وعي. هو كي تكوني ساكته وهما يهضروا تقدري تركزي مليح، وهو يخلي حتى الناس تحترمك. كي نقولوا حنايا تولي تهضري برقي وتفكري حتى في الهضره اللي تكوني رايحه تهضريها، ماشي تهضري غير هباء. حتى كي تهضري غير هباء في الموضوع اللي يكونوا يهضروا فيه انت ما كاش فاهمه كاع واش جاي، وتقعدي تهضري غير هضره اصلا قيمتك راح تطيح وما يولوش يعطوك حتى قيمه واعتبار. الصمت اختي يحميك حتى من المشاكل ويخليك كي نقولوا حنايا تحكمي على الامور بالعقل. كي نقولوا حنايا كيما يقولوا الناس ساعه بكري الصمت فضه والسكات ذهب كيما يقولوا الناس تاع زمان. يا اختي هذه الافكار، هذه السبع افكار او السبع العادات اللي راحين يغيروا لك حياتك من حال لحال، يغيروا لك حياتك 80 درجه، يغيروا لك حالتك من الفوضى للهدوء، يغيروا لك حياتك من التعب للراحه. كي نقولوا حنايا تولي الافكار تاعك مجموعه يعني تحميك من التشتت. كاين بزاف اخواتي شكون تقول لك افكاري راهي متشتته وما رانيش عارفه كاع واش راني ندير ولا واش راني نقول. يعني اختي والله العظيم الصمت ساعات يخلي الانسان يخمم بشحال من مره باش يخرج الكلمه، وكي يخرجها حتى قلت لك الناس تعطي قيمه حتى مع نفسك وتحسي روحك باللي راكي ناجحه، راكي عندك قيمه. يعني الكلام اللي تقوليه يعني الناس تسمع له وعنده قيمه. يعني من الاحسن يعني نعطيك من هذه الافكار جربيهم وما تخليش اليوم نتاعك يروح كيما البارح. التغيير يبدا من خطوه وانتي تزيدي كي نقولوا حنايا تتقدمي فيه بهذه الخطوات اللي عطيتها لك او العادات السبعه اللي عطيتها لك. اذا عجبك الفيديو اختي خليه كي حنا بارطاجيه مع الاخوات والاخوه اللي راهم بزاف محتاجين لهذا الافكار، وكتبي تعليق يعني يحفزني باش نكمل معاكم في هذا الطريق تاع النجاح ونعاونكم يعني باش تقدروا تنجحوا في حياتكم اليوميه، في علاقاتكم الاجتماعيه وحتى مع نفسك. يعني حتى مع نفسك كاين بزاف اخوات ما يعرفوش يعني مشتين افكارهم، عندهم افكار جيده بصح الطريقه اللي يمشوا بها ماهمش عارفين كيفاش يمشوا بها. هذه هي الافكار. وما تنسيش يعني تشتركي في القناه، تفعلي زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد، لان هذه الحوايج هذه فيها فائده. وان شاء الله يا ربي راح كل اسبوع راح نقدم لكم يعني نوع من هذه الفيديوهات باش يعني كي حنايا يكون عندك نجاح يعني نفسي، كي نقول حنا توازن نفسي، تعرفي كيفاش يمشي في حياتك. لان هذه العادات السبعه او الخطوات السبعه مشاو بها كاع الناس الناجحين والناس المتزنين وصابوا نتيجه في الاخير. ونتمنى تدعموني بالاعجاب وتشاركوا في القناه، والى الملتقى باذن الله.